العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإريترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. خروق متواصلة لتعليمات مكافحة كورونا في العاصمة أسمرة. تبرعات شعبية لتنمية صندوق أزمة كورونا. جهود للتنمية الزراعية في مندفرة. منظمة الصحة العالمية تحذر من مخاطر الإنهاء المبكر للحجر الصحي. رئيس تشجع للمرفأ مشاركة الجيش في أي عمليات خارج الحدود. والجيش الأمريكي يفعل منظومة باتريوت في قاعدتين أمريكيتين بالعراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. شهدت بعض أسواق أسمرة في اليومين الماضيين ظواهر تنتهك تعليمات الصادرة للتباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا في ظل تنفيذ واسع لهذه التعليمات. وشهدت منطقتي مدبر سوق الخضر والفاكهة بالعاصمة أسمرة يومي الجمعة والسبت كثافة لم تحافظ على قاعدة التباعد الاجتماعي وتنسف جهود المكافحة وتؤدي إلى تبعات خطيرة يجب العمل للحد منها. الإهمال الذي يصر على مستوى الأفراد والمتاجر يتوجب وضع حد له باتخاذ إجراءات صارمة، لأن سلامة الشعب والوطن في مقدمة الأولويات. وقد أصدرت الحكومة الإيطالية تعليمات غير اعتيادية لمنع الأنشطة المسببة لانتشار وباء فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 1,700,000 شخص في 209 دولة، وتسبب في وفاة أكثر من 100,000 شخص، وتلحق هذه التجمعات في الأسواق المخاطر بالوضع. ويشير الخبراء إلى أن التباعد الاجتماعي من أهم أساليب مكافحة وباء فيروس كورونا، وأن عدم اتخاذ أي خطوات في غضون 60 يوما يؤدي إلى نقل الفرد الواحد المرض إلى 3 أشخاص، لينتقل المرض في دورته السابعة لأكثر من 10,000 شخص، ويجب الحرص بشدة على التباعد الاجتماعي. أفاد مراسلو وكالة الأنباء الإيطالية الذين تابعوا تنفيذ توجيهات الحكومة لمكافحة وباء فيروس كورونا في الفترة من 6 وحتى 10 من أبريل في مديريات هايكوتا تساني فورتوساوا وغردت بأن المدن والبلدات شهدت انتهاكات لإجراءات الحركة والتباعد الاجتماعي بشكل مغلق. وقد شهدت منطقة ألابو في 6 من أبريل حركة مكثفة وسوق مفتوح، وقيام سكان هايكوتا بتجمعات اجتماعية وحركة جماعية، بينما شهد سوق التجارة والخضروات والفواكه في السوق الشعبي بمدينة تساني يومي 7 و8 من أبريل حركة كثيفة. وتقوم الجهات المعنية بجهود السيطرة على هذه الظواهر، لكن العمل لم يحقق النتائج المرضية حتى اللحظة. وأفادت المعلومات الواردة بأن الوضع أفضل في بلدات أم حجر وقرقف وقلوج بمديرية قلوج، وتنفيذ كامل للتوجيهات الصادرة في ضواحي أديبرا وواكاي وهوميب وفورتوساوا بمديرية فورتوساوا. وتشهد مدينة غردت حركة محدودة في أغلب المناطق، غير أن سوق الذرة ومحيطه شهد يوم 10 من أبريل حركة كثيفة مختلطة، وفتحت المتاجر التي يجب إغلاق أبوابها. تقوم إدارة مديرية دبروا بإجراءات تنفيذ التعليمات الحكومية والحد من الانتهاكات التي تظهر. وفي هذا الإطار تم معاقبة 46 سيارة تحركت دون تصريح و13 متجرا ماليا. وتظهرت كاميرا وكالة الأنباء الإيطالية التجمعات الشعبية في سوق الخضر والفاكهة في مدينة دبروا في انتهاك لتوجيهات التباعد بين الأشخاص. من جهة أخرى قدم مصنع كوخوب للبلاستيك في دبروا دعما عينيا لتدعيم جهود الحكومية والشعبية لمكافحة فيروس كورونا، بينما يقوم الشباب بجمع تبرعات من أصحاب رؤوس المال. تتواصل التبرعات المالية والعينية المقدمة من الإيطاليين في الداخل والمهجر لدعم الجهود الجارية وقاية وحدا من فيروس كورونا المستجد. وفقا للمعلومات الواردة من وزارة الصحة بأن الكنيسة البروتستانتية الإريترية تبرعت ب300,000 نغفة، وشركة حارات المواصلات العامة ب1,200,000 نغفة، وجمعية شويت للمواصلات بالإقليم الأوسط ب100,000 نغفة، والسيدة تهاي قبرات صاحبة سيتي كول باص ب50,000 نغفة، وحافلتان وسيارة صغيرة سلمتها لوزارة الصحة حتى تنتهي أزمة فيروس كورونا.
كما تبرعت هيئة المالية التابعة لوزارة الدفاع ب1,050,000 نغفة، وتبرعت جمعية القيادة الغربية التعاونية الطوعية في الحدود الشمالية ب100,000 نغفة، وكذلك جمعية الفرقة 29 التعاونية الطوعية ب125,000 نغفة، وجمعية مدرسة الفرقة 39 التعاونية الطوعية ب100,000 نغفة، فيما تبرعت مؤسسات الفرقة 17 الإنتاجية ب125,000 نغفة. في غضون ذلك تبرع صاحب مؤسسة SI المحدودة ب50,000 نغفة، وفندق فيوري ب20,000 نغفة، وحبوس يماني صاحب مؤسسة جولوج للبناء والزراعة ب10,000 نغفة، ومؤسسة نيالا للكهرباء ب10,000 نغفة، ومؤسسة سناي سيرفيس ب10,000 نغفة، وسوق الحبوب والبقوليات ب8,150 نغفة. كما تبرع المواطنون في عسمرة وتسني وجلوج وعصب وعالدغيح بحوالي 290,000 نغفة. وفي أنشطة مماثلة قام بها المواطنين المقيمون في مختلف الدول، تبرع المواطنون في هولندا ب100,000 يورو، والمدرسون اليتيمون في المدرسة العالمية بالرياض ب10,000 ريال سعودي، وأصحاب المؤسسات وعمال مكتب الجالية الإريترية والتنظيمات الشبابية للجبهة الشعبية في جوبا تبرعوا ب64,700 دولار أمريكي، والمواطنين في المدن الأمريكية وأوروبا ب5,950 دولار أمريكي و2,700 يورو. يقوم المزارعون في مديرية دبروة بجهود لرفع الإنتاج الزراعي استفادة من الخبرة المكتسبة في الزراعة المروية وتسخير موارد المياه. وأوضح المزارع النموذجي من عد منقوت السيد سامي السمرة أن خبرة 20 سنة الماضية ومساعدة وزارة الزراعة مكنته من نشاطه وتحقيق إنتاج وفير. وذكر خبير تنمية الخضروات والفواكه في المديرية السيد كبرى أبقرمي أن جهود المزارعين والدعم المهني والبذور المحسنة ساعدت في رفع الإنتاج الزراعي، ويجري تنمية حوالي 1400 هكتار من الأراضي الزراعية المروية في مديرية مندفرة. من ناحية أخرى قدمت جمعية منتجي الخضر والفاكهة في الإقليم الجنوبي مبلغ 100,000 نغفة لمكافحة فيروس كورونا، وجمعية المناضلات المصرحات واللاجئين العائدين في مندفرة ب5,000 نغفة. سيداتي سادتي، إلى فاصل مسمى وفيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. حذرت منظمة الصحة العالمية دول العالم من رفع القيود المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا، مشددة على أن إنهاء الحجر الصحي قد يؤدي إلى عودة فتاكة للفيروس. وتزامن تصريحات المنظمة مع إعلان إطالة تمديد إجراءات الإغلاق. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدحانوم في مؤتمر صحفي أن المنظمة تود أن تشهد تخفيفا في القيود، لكن في الوقت نفسه فإن رفع القيود قد يؤدي إلى عودة فتاكة للفيروس. وأضاف أن هناك تباطؤ في انتشار الوباء في بعض البلدان الأوروبية لا سيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لكن هناك تسارعا مغلقا في الانتشار في دول أخرى، ويشمل ذلك العدوى المجتمعية في 16 دولة أفريقية. في الوقت نفسه رفض رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي الخضوع لضغوطات قطاع الأعمال، وقرر تمديد إجراءات الإغلاق التي تنتهي في 13 من أبريل إلى 3 من مايو. وسجلت إيطاليا حصيلة وفيات أكبر من أي دولة أخرى، لكن معدل الوفيات اليوم الآن بات أقل مما كان يسجل قبل أسابيع قليلة. قال الرئيس التشادي إدريس ديبي أن بلاده لن تشارك من الآن فصاعدا في عمليات عسكرية خارج الحدود في ضربة محتملة للجهود الدولية الرامية لهزيمة المتشددين في منطقة الساحل الأفريقي وبحيرة تشاد. أدلى ديبي بهذه التصريحات خلال زيارة لمنطقة بحيرة تشاد في غرب البلاد بمناسبة انتهاء هجوم ضد جماعة بوكو حرام المتشددة التي نفذت أكثر هجماتها دموية ضد الجيش في مارس وقتلت نحو 100 جندي في كمين. وقال الجيش أن 52 جنديا آخرين قتلوا في العملية ضد بوكو حرام التي استمرت ل10 أيام، لكنه قال أنه قتل 1000 من المتشددين وطردهم من قاعدتين في منطقة بحيرة تشاد الواقعة على الحدود بين تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا. ولم يتضح بعد إذا كان القرار سيؤثر على عمليات قتال المتشددين التي تنفذها قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات المؤلفة من قوة البلدان المتاخمة لبحيرة تشاد. قال مصدر عسكري عراقي أن الجيش الأمريكي فعل منظومة باتريوت الدفاعية في قاعدتين عسكريتين غربي وشمالي العراق.
وأضاف المصدر أن منظومة باتريوت التابعة للجيش الأمريكي تم تفعيلها في قاعدتين عين الأسد في محافظة الأنبار وقاعدة الحرير في محافظة أربيل بإقليم كردستان شمالي البلاد. ويتزامن تفعيل منظومة باتريوت في اتفاق عراقي أمريكي على عقد مفاوضات رسمية في يونيو المقبل لبحث الوجود العسكري الأمريكي ومستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويأتي هذا التطور في ظل تنفيذ قوات التحالف منذ أسابيع عمليات إخلال لعدد من قواعدها في العراق وإعادة التمركز بأقل عدد من القوات لتأمين حمايتها من هجمات محتملة من ميليشيات حليفة لإيران. وفي السياق ذاته عرضت الولايات المتحدة ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن الشيخ محمد الكوثراني أحد كبار القادة العسكريين بجماعة حزب الله في العراق، والذي كان مساعدا للجنرال قاسم سليمان القائد في الحرس الثوري الإيراني، والذي قتل في هجوم بطارة أمريكية مسيرة في بغداد. وأخيرا في هذه النشرة، كان العروسان الأندونيسيان محمد نور جامان وأوجي ليستاري يترقبان زفافهما بوصفه أهم يوم في حياتهما يحتفلان به أمام مئات من المدعوين السعداء، لكن جائحة فيروس كورونا فرضت تقييرا لخططهما، فبدلا من ذلك عقد العروسان قرانهما في حفل لم يحضره سوى 8 من أفراد الأسرة القريبين. وتابع باقي أقارب مراسم الزواج التي استغرقت نحو 40 دقيقة على الهواء عبر الإنترنت من منازلهم. وكان الزوجان وضعا خطة زفافهما، لكن الحفل الذي كان سيضم 500 مدعو وكان من المفترض أن يقام في قاعة مناسبات في إحدى جامعات جاكرتا سيتأجل لأجل غير مسمى. وصلنا إلى ختام هذه النشرة. دمتم في أمان الله وحفظه.